جده 2019 قوم كوچبری سريكاني قوم لقام شلوانا دجين هم جي ملتين ما لمخيمي نوروز دجين هم لأي طلاع دجين هم لسريكاني أنا قو حركز دزان بي لسي مخيمة هاتنن بلاكرن هم جي ملت ناف باجارة جهاتي بلاكرن يعني براستي ام بيجن اف ايريشن قول سر هذا سريكاني هاتن تشكرن بحزارة ملت سريكاني دركتن جبندي دردوري دركتن جبوينا جي ام جوك ملتي سريكانية نظام بي حركس قو اتفاقي بسونه مهيق وهاتن كرن سروي اساسي سروان اتفاقا قو فاجركي كوچبريان هم اي عفرين هم اي سريكاني هم اي جريس بي قو بيكرن جبوينا جي ام جوك ملتي سريكانية خسته كاما اوي قو ام جي فجرن باجاري خو بحياتك أولى وأم بين بجن وهم جي أم وك ملتي كرد لباجارك كرداي وأم ما في خوني كردي الويدك بباريزن هم جالي زماني كردي هم شاندا كردي هم أم بيجن وك ملتي كرد الويدك بجن يعني حركز زان بيسري كاني برن شاند الويدك هم جالي تشانا هم جالي سريانا هم جالي مكوني عرب ده أو قص مكون دويدا كيد دجين أم جيوك ملتي كرد خسته كما باراستنا ما في مية هم أم بيجن چاندا كردي هم جي زماني كردي أم كسن جوفجر سر آخا كيبو أو لا بباراستنا أسايشة خو بباراستنا قوتي خوني عسكري وأم جي تخازن باجار خو بجين شخواد شورش روجاوي كردستان ده جدسبكي حتى رجائيرو هرتموتم شر لوان هريبان هبو لكوباني لعفرين سريكاني جريس بيش وهري داويجي شيخ مقصود واشرفي وهري داويجي هري من جزيرة جي كدنا شرده جبوه كيجي هرتموتم كوچبري هبو كو حتى رجائيرو جي قلمي عفرين سريكاني جريس بي جمالين خواه دركتنا وحتى نهاجي ام لهريمين جزيره دمينن هم جي كانوا بيجن لهريمين دن ينجور بجور بلا بونا او جيد انجاما داغر كريا دوله تركيا جبو عفرين وسريكاني وغريسبي جبو يجي ام ايرو وكي يعني جنين كو هريمين داغر كرينا يعني كوچبر بونا جبوه كيجي ام دخوازن كو قلمه وگره واري خوا وگره مالين خوا ووگره كي باولى به وگره كي بالرومت به جبوكو كاربن راسي جي وكي بره د مالين خوا د هرمن خوا د جيان بكن و راستي تو دزري جيان راستي تو تعداريه تزراري تعد يعني راسي بانتشتانانين جبوه كيجي ام وكي قل ام فدا خوازه دكن دا خوازه مي كمين اوكو قال ما حمي وگرن مالين خوا وگرن جهه خوا هم وگرك باولبه هم جي وگرك بالرومت بي. طبعا يغص في قلوبنا العوده الى مدينتنا مدينه راس العين، يعني تعرضنا لانتهاكات عظيمه من 2019 وحتى اللحظه. الحديث دائما يدور بين النازحين للعودة إلى مدينتنا مدينة رأس العين، ولكن اليوم نلاحظ أن على طاولة المفاوضات والأروقة الدولية تقوم بالمفاوضات من أجل عودة المهجرين لمدينة رأس العين، ولكن هناك شروط يجب أن تتوفر في العودة. يجب أن تكون عودة آمنة للنازحين لمدينة رأس العين، يجب أن تتشكل لجان وقوات الحماية لتذهب معنا إلى مناطقنا، بالإضافة إلى يعني يجب ترتيب بعض أمور مهمة مثل انتزاع ممتلكاتنا من أيدي الفصائل الموجودة في مدينة رأس العين. هي لا تعطي بيوت النازحين، ويجب أيضا أن تتوفر بيئة مناسبة للعيش هناك مثل مستشفيات ومدارس، لأن الفصائل الموجودة ضمن مناطقنا برأس العين كانت تنهب الممتلكات وتخرب المنطقة ولم تكن تعمل شيء من أجل المنطقة. وأيضا يجب أن يكون هناك لجان لإعادة الممتلكات وإعادة حتى نستطيع أن نبني حياتنا وتعويض النازحين عن يعني منازلهم، عن أعمالهم، ممتلكاتهم ومحلاتهم. فيجب أن تكون بالبداية عودة آمنة وعودة جماعية وليست فردية، وتوفير بيئة آمنة للعودة.